ريلمي جي تي 6 من اكتر الموبايلات اللي بتسأل عنها، وايه رأيك في الجهاز وهل هو قيمة مقابل السعر ولا لا. والنهارده باذن الله عندنا مراجعة للريلمي جي تي 6. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد، واكتب تعليق يعبر عن رأيك تحت في التعليقات. وشكرا جدا على التعليقات الجميلة دي، بجد انتوا مش متخيلين انا بتبسط قد ايه لما بقرا التعليقات الجميلة دي منكم. فشكرا جدا على الدعم اللي بتقدموه حتى وانا مش بنزل كتير. وعشان ما نطولش المقدمة يلا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيك يا غالي في فيديو جديد ومراجعة جديدة للريلمي جي تي 6. ريلمي جي تي 6 موبايل عامل قلق ومثير للبلبلة للغاية يا غالي، وعندي عليه 20 عيب 20 حاجة ما عجبتنيش وممكن ما تعجبكش لو بتفكر تشتري الموبايل ده. تابع الفيديو للنهاية ويلا نبدأ اول حاجة بالتصميم. وتصميم الموبايل هنا جاي بمزيج من البلاستيك والزجاج مع اطار من البلاستيك، وفي الظهر فيه زي شريط لامع كده بيضم الثلاث كاميرات والفلاش. اطار الموبايل على اليمين عندك زرار الصوت وزرار الطاقة، من تحت عندك السماعات والمايك ومدخل الشحن ودرج الشرائح. ودرج الشرائح هنا بيشيل شريحتين ومفيش مكان لكارت ميموري. ومن فوق عندك السماعة التانية ومستشعر الاي ار بلاستر ومايك اضافي لعزل الدوشة. ومن على الشمال مفيش حاجة. والموبايل بيجي من قدام بشاشة منحنية مع ثقب في النص للكاميرا السيلفي وحواف قليلة جدا. وزن الموبايل حوالي 200 جرام. والموبايل بيجي بمقاومة لطرطشة المية والغبار بشهادة اي بي 65، يعني لو اتكب عليه مية ما تقلقش مش هيحصل له حاجة، لكن ما انصحكش انك تنزله في الميه. والموبايل بيتوفر بلونين، اللون الاخضر واللون الفضي. شاشه الموبايل بتيجي بحجم 6.78 بوصه، شاشه منحنيه من نوع LTPO اموليد، وبتيجي بدقه 1.5 كي مع دعمها ل1 مليار لون وبتردد 120 هرتز، والسطوع بيوصل ل 6000 شمعه. شاشه ممتازه من ناحيه الالوان، من ناحيه السطوع مش هتواجه فيها اي مشاكل تحت اشعه الشمس المباشره، هتبقى الشاشه واضحه معاك ما فيهاش اي مشاكل. وطبعا الشاشه دعمها لتقنيه ال HDR 10 بلس والدولبي فيجن، والشاشه عليها طبقه الحمايه جوريلا جلاس فيكتاس 2، والبصمه تحت الشاشه سريعه وما بتغلطش وما بتعلقش. من الاخر هتاخد شاشه حلوه جدا سواء كنت بتتفرج على محتوى او بتلعب العاب، فشاشه الموبايل هنا ممتازه. من ناحيه الاداء فالموبايل وحش العاب، لانه بيجي بمعالج السناب دراجون ال 8 اس جين 3، معالج ثماني النواه الاقوى من نوع كورتكس اكس 4 بتوصل ل 3 جيجا هرتز. وطبعا المعالج بدقه تصنيع 4 نانومتر، والمعالج الرسومي من نوع ادرينو 735. طبعا معالج قوي جدا هيشغل لك اغلب الالعاب على اعلى اعدادات بدون مشاكل، زي مثلا ببجي داعم لل 120 فريم، وارزون 60 فريم على اعلى جرافيك، كول اوف ديوتي موبايل 90 او 120 فريم. والمعالج موفر جدا في استهلاك الطاقه، والموبايل محقق 1,540,000 نقطه على انتوتو سكور. وبالنسبه للمساحه فالموبايل بيجي بثلاث نسخ، النسخه الصغيره منه 256 جيجا مع 8 جيجا رام، والنسخه اللي بعدها 256 مع 12 جيجا رام، والنسخه الكبيره 512 جيجا مع 16 جيجا رام. والذاكره من نوع يو اف اس 4، ودي ميزه لان الذاكره دي سريعه اسرع طبعا من اليو اف اس 3.1. والرامات من نوع LPDDR5X. الموبايل بيجي ببطاريه كبيره 5500 ملي امبير مع دعمها للشحن السريع بقدره 120 واط، هيشحن لك الموبايل من 0 ل 100% في حوالي 28 دقيقه. فيعني الموبايل لو فصل منك وانت مستعجل 10 دقائق شحن يكون وصل معاك مثلا ل 50% او 60%، والبطاريه كبيره وهتقعد معاك. نظام التشغيل الموبايل جاي باندرويد 14 مع واجهه ريلمي يو اي 5، والموبايل داعم لحد 3 سنين تحديثات. وندخل دلوقتي على الكاميرات. عند الموبايل جاي بثلاث كاميرات في الظهر. الكاميرا الاساسيه بدقه 50 ميجا بكسل وفتحه عدسه f1.7 بمستشعر من نوع سوني LYT 808، والكاميرا داعمه للمثبت البصري ال OIS. الكاميرا الثانيه بدقه 50 ميجا بكسل فتحه عدسه f2.0 وهي عدسه تيليفوتو للزوم، والعدسه الثالثه بدقه 8 ميجا بكسل وفتحه عدسه f2.2 وهي عدسه الترا وايد للتصوير بزاوية واسعة. الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة ضيقة شوية f2.5. الموبايل بيصور فيديو بالكاميرا الخلفية بجودة 4K أو 1080 بكسل مع 30 أو 60 إطار في الثانية، وبيصور فيديو سيلفي بجودة 4K أو 1080 بكسل مع 30 إطار في الثانية. وبالنسبة لتجربة التصوير في الموبايل ده فالصور بتطلع ممتازة من ناحية تشبع الألوان ودقة الصورة وطريقة المعالجة. بص الصور تحفة يا غالي. وده يرجع لمستشعر الكاميرا القوي جدا اللي موجود في الموبايل ده، السوني LYT 808. ده مستشعر اصلا بتاع فئه فلاج شيب، مش فلاج شيب كيلر او فئه متوسطه عليا، فكونه انه موجود في الموبايل ده دي ميزه كبيره في الموبايل. المستشعر ده هتلاقيه موجود في اجهزه زي الوان بلس 12 والوان بلس 13 اللي لسه هينزل، وفعلا مستشعر جامد جدا. الصور بتطلع مظبوطه وبتشبع الوان ممتاز، وفي نفس الوقت ما بتلسعش في الاماكن الفاتحه، مع تفاصيل وحده
كويسه جدا. الموبايل في الليل بيطلع صور حلوه جدا بالوان مظبوطه وتفاصيل كويسه جدا، فالصور في الليل بالعدسه الاساسيه تاخد جيد جدا. تصوير الفيديو بالعدسه الاساسيه في الموبايل ده ممتاز جدا، تشبع الوان مع تفاصيل ممتازه مع دايناميك رينج كويس جدا. الميكس ده كله مخلي تصوير الفيديو هنا في حته تانية، هتحس انك ماسك جهاز فلاج شيب حقيقي. والاو اي اس بيشتغل مع جوده ال 1080 بكسل مع 60 اطار في الثانيه، مش بيشتغل للاسف مع ال 4K، لكن بيشتغل مثبت الالكتروني الاي اي اس. وتصوير الفيديو في الموبايل ده ياخد من جيد جدا لممتاز. وبالنسبه لتصوير الفيديو في الليل فجوده الفيديو كويسه جدا وتشبع الوان كويس، والصوره مش لاسعه اثناء تصوير الفيديو في الليل، ياخد من جيد لجيد جدا. الصور بالعدسه التليفوتو حلوه جدا، وبيعمل زوم 2x اوبتيكال وزوم لحد 20x ديجيتال، والصور فيها تفاصيل كفايه والوان مظبوطه، مفيش حده عاليه في الصوره مع ال 2x. لكن طبعا مع ال 20x هتلاقي الصوره فيها تشويش وتفاصيل اقل، لكن ما زالت مقبوله. والصور بالعدسه التليفوتو تاخد من جيد لجيد جدا. الصور بالعدسه الالترا وايد بتطلع صور حلوه جدا في النهار، تشبع الوان ممتاز وتفاصيل كويسه جدا. وبالنسبه للصور في الليل بالعدسه الالترا وايد فالصور برضو بتطلع كويسه جدا، والصور بالعدسه الالترا وايد تاخد من مقبول لجيد. والصور بالكاميرا الاماميه الوانها الى حد ما كويسه مع تفاصيل كويسه في الصوره، والصور بالكاميرا الاماميه تاخد من مقبول لجيد. تصوير الفيديو بالكاميرا السيلفي الجوده بتوصل ل 4K مع 30 اطار في الثانيه، ودي ميزه تحسب له لانها مش موجوده في موبايلات معديه سعره. وهتاخد تجربه تصوير فيديو سيلفي كويسه جدا كالوان ودايناميك رينج، وتصوير الفيديو بالسيلفي ياخد من جيد لجيد جدا. بالنسبه للصوت فالموبايل جاي بصوت ستيريو عالي وواضح، وهتاخد تجربه ممتازه سواء في الالعاب او في مشاهده المحتوى. وبالنسبه للشبكات فشبكات الموبايل ممتازه، وعموما شبكات ريلمي كويسه جدا. والموبايل بيجي ببلوتوث 5.4 وواي فاي 6. الموبايل داعم لاغلب المستشعرات اللي هتحتاجها زي ال NFC والاي ار بلاستر ومستشعر التقارب حقيقي مش سوفت وير والجيروسكوب والبوصله. بالنسبه لعلبه الموبايل فالعلبه بيجي فيها الموبايل محطوط عليه سكرينه بشكل مسبق، والشاحن بقدره 120 واط، وسلك الشحن من نوع التايب سي، وكتيب التعليمات ودبوس الشريحه. لكن خلي بالك عشان النسخه الاوروبي من الموبايل ده ما بيجيش معاها شاحن. ونخش على العيوب. خامات الموبايل من البلاستيك والظهر بلاستيك مخلوط، هي تعتبر ميزه وعيب في نفس الوقت. ميزه علشان الموبايل هيتحمل صدمات اكتر مش زي الزجاج، وعيب بالنسبه للي بيدور على الفخامه وانك تكون شايل موبايل غالي. ده غير ان الاطار بلاستيك مش الومنيوم. الظهر بيبصم بسهوله جدا، خصوصا الجزء اللامع اللي فيه الكاميرات والفلاش. مفيش مدخل 3.5 مللي، والعلبه مش بيجي فيها محول من 3.5 مللي لتايب سي، فيعني اعتمادك يا اما هتجيب سماعه تايب سي او هتجيب سماعه بلوتوث. بروز الكاميرات كبير نسبيا ومش محطوطين في اطار يلمهم، لا هو رامي لك كل كاميرا لوحدها، فده بيخلي الكاميرات معرضه اكتر انها تتخبط وتتكسر بسهوله، عكس لما يكون عليها اطار مثلا حاميها، فغصب عنك انت هتضطر تستخدم الجراب. حمايه ضد الميه مش اعلى حاجه، IP 65 مش 68. الشاشه 6000 شمعه اللي ريلمي مستخدمها كاسلوب دعائي مش اكتر، شايفها ملهاش لازمه. هتقول لي ليه؟ هقول لك انت مش محتاج الرقم ده غير ان اي موبايل تحت اشعه الشمس لفتره طويله مثلا تلت ساعه او نص ساعه سطوع الشاشه بيقل تلقائي علشان يحافظ على سخونه الموبايل، علشان الموبايل ما يسخنش جامد منك. فيعني تقدر تعتبر ان ال 6000 شمعه ده رقم وهمي، والسطوع الفعلي حوالي 1600 شمعه بس. وعموما من 1600 ل 1000 شمعه ده رقم طبيعي للشاشات، وبتكون الشاشه واضحه جدا معاك تحت اشعه الشمس، لان ده اصلا هو الرقم الفعلي اللي الشاشه بتشغله. ال 6000 شمعه تشتغل عادي، لكنها بعد فتره قليله مثلا تلت ساعه او نص ساعه الموبايل تلقائي هينزل لل 1600 شمعه. فيعني كان كفايه جدا ان الشاشه تكون 3000 شمعه او 4500 شمعه زي 12 ار مثلا شاشته 4500 شمعه، ومع الاستخدام الطويل تحت اشعه الشمس تلقائي هو بيقلل السطوع شويه، لكنها برضو بتفضل واضحه. كان ممكن يستخدموا المعالج في الترويج، المعالج قوي جدا والله. مكان البصمه نازل لتحت شويه. الموبايل مش داعم لكارت الذاكره الخارجي، وده ما يعتبرش عيب قوي لانه كده كده نسخه الموبايل بتنزل لك من 256 جيجا النسخه الصغيره، والنسخه الكبيره 512. لكن برضو من حقك تعرف العيب ده. مفيش اي سيم لو تهمك، وعموما هي حاليا لسه ما اشتغلتش في مصر. المعالج السناب دراجون ال 8 اس جين 3 معالج قوي جدا، لكنه ما زال مش مستقر قوي. في اختبار الثروتلينج او اختناق المعالج كان الاداء بينزل ويعلى كل شويه، مش مستقر قوي زي السناب دراجون ال 8 جين 2 الموجود في ال 12 ار، اداؤه مستقر اكتر. عدسه التليفوتو بتطلع الصور باهته شويه وحده وتفاصيل قليله شويه، هتحس ان الصوره ناعمه وما فيهاش تفاصيل كفايه، وفي لسعان واضح في الاماكن الفاتحه. ده بالنسبه لل 2 اكس. مع ال 4 اكس الجوده بتقل اكتر، والصور بالعدسه التليفوتو في الليل مفيش تفاصيل وفي لسعان شويه في الاماكن المنوره، واحنا لسه على ال 2 اكس يعني احنا لسه بنقول يا هادي. الصور بالعدسه الالترا وايد في الليل تفاصيل وحده قليلين، والوان الصوره زاهيه بزياده وهتحسها مايله للون الاصفر اكتر، وبرده في لسعان شديد شويه. تصوير الفيديو بالعدسه الاساسيه في النهار الالوان زاهيه بزياده وهتحسها مايله للازرق اكتر، والصوره ناعمه شويه كانت محتاجه
محتاجه حده وتفاصيل اعلى من كده. وتصوير الفيديو بالليل الالوان زاهيه قوي والصوره مايله للون الاصفر اكتر والصوره ناعمه شويه. مفيش تصوير فيديو 8K بالكاميرا الخلفيه. تصوير الفيديو بالعدسه التيليفوتو سيء جدا، لا الوان مظبوطه ولا تفاصيل ولا حده ولا دايناميك رينج ولا اي حاجه. تصوير فيديو من سوق الجمعه. ده الفيديو بالعدسه الالترا وايد احسن منه بكتير، ما يتقارنش اصلا بيه. قمه العبث. ونسيت حاجه، الموبايل اخره في الزوم 20x، مفيش حتى 50x. تصوير الفيديو بالسيلفي مفيش 60 فريم حتى مع ال 1080 بكسل او ال 720 بكسل، اخرك 30 فريم بس. والفيديو بالسيلفي تفاصيله قليله شويه والصوره ناعمه. مفيش دولبي اتموس، واي فاي 6 مش 7. وتسعير الموبايل ده كارثه. الموبايل نازل من الصين ب $600، يعني ما يقارب ال 30,000 جنيه مصري. وبالسعر ده واقل من كده في موبايلات احسن منه، موبايلات بنفس مواصفاته وممكن اعلى كمان وبسعر اقل منه. سعر الموبايل النسخه الكبيره 512 جيجا مع 16 جيجا رام ب 28,500 جنيه، والنسخه الصغيره ال 256 جيجا مع 12 جيجا رام ب 24,500 جنيه مصري، ضمان دولي طبعا. واقول لك رايي في الجهاز. بص، الموبايل هيديلك شاشه وكاميرات واداء ممتازين جدا مع تجربه تصوير قويه جدا تنافس موبايلات من فئه فلاج شيب، خصوصا بالعدسه الاساسيه وتصوير الفيديو. فلو يهمك التصوير والاداء في نفس الوقت فكر في الموبايل ده، او ممكن تروح مع الاونر 200 برو، برضو خيار ممتاز في السعر ده. الموبايل ده هياخد 6.5 من 10، وانا عايز اقول لك انا مكرمه والله. المهم هسيب لك رابط شراء الموبايل تحت في الوصف لو حابب تشتريه. وانا من رايي لو عايز تجيب الموبايل استنى عليه فتره شويه، كام شهر كده، يكون سعره نزل شويه مثلا ل 25 او 26 الف، هيكون قيمه اكتر مقابل السعر في السعر ده يعني. لكن بالسعر ده انا صراحه شايفه ما يستاهلش، لان في موبايلات اعلى منه زي مثلا الاونر 200 برو او الوان بلس 11. ولو تقدر تزود 5000 مثلا تقدر تجيب الوان بلس 12، هيكون احسن واقوى منه بكتير. وبكده اكون خلصت. قول لي رايك في الموبايل تحت في التعليقات، وايه اللي عجبك فيه وهتشتريه ولا لا. وطبعا لو اول مره تشوفني اشترك في القناه وفعل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. وبس كده، اشوفك الفيديو الجاي. سلام.